بنت المشاكل اللي بتحصل لها بتخليها تقع، وللأسف بتبص بتلاقي نفسها في القبر، والمشكلة في اللي بتشوفه في القبر. ولما خرجت من القبر بمعجزة بتبدأ المشاكل الأكبر تحصل لها، وكوابيس بتجيلها بشكل فظيع كل يوم. مين البنت دي وإيه اللي شافته في القبر وإيه المشاكل اللي بتحصل لها؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة، فيلا بينا نبدأ القصة. أنا اسمي سارة، بنت مصرية عادية من بره، لكن جوايا قلب مكسور وحكايات محدش يعرفها. حياتي كانت دايما صعبة ومتلخبطة. علاقتي بأهلي معقدة جدا، مشاكل وخناق كل يوم تقريبا. بابا وماما مش فاهميني ولا عارفين انا بمر بايه. عندي ماضي مظلم بحاول اهرب منه، ذكريات مؤلمة بتطاردني في احلامي كل ليلة تقريبا. كمان شغلي ماشي بالعافية، كل يوم مشكلة جديدة والمدير بتاعي مش بيرحم. ضغط الشغل زود تعب النفسي بشكل رهيب. صاحبتي الوحيدة كانت واقفة جنبي طول الوقت، اسمها دينا، هي اكتر واحدة قريبة مني. لكن مؤخرا ابتدت تتصرف بغرابة، بقيت بتسكت وبتسرح كتير، وساعات تبصلي بنظرات غريبة كأنها خايفة مني أو عليا. في مرة لمحتها بتبص ورايا فجأة بقلق، ولما سألتها مالك قالت لي مفيش، بس حاسة إن في حاجة غلط حواليكي. تصرفاتها خلت قلبي يقع، دي أكتر واحدة بقيالي، ولما تبقى هي كمان متغيرة ومش مفهومة يبقى أكيد في حاجة مرعبة هتحصل لي. كل ده خلاني أحس بوحدة رهيبة وضغط نفسي ملهوش حدود. كنت حاسة إني تحت مية وبغرق ومفيش حد حاسس بيا. وفي يوم من الأيام وبعد سلسلة مشاكل ما بتخلصش حصل لي انهيار. اليوم ده كان أسوأ يوم في حياتي العادية قبل ما الكابوس الحقيقي يبدأ. صحيت الصبح متأخر عن الشغل ومدير زعق لي جامد قدام زمايلي. روحت البيت بعصبية وكنت منهارة. لقيت خناقة جديدة مستنياني مع أهلي. كلامه وجعني جدا، حسسني إن وجودي زي قلته. وفجأة حسيت بدوخة رهيبة، الدنيا ابتدت تلف بيا. صوت أمي بيبعد وأنا واقفة قدامها، ودقات قلبي سريعة بطريقة مرعبة. حاولت أتكلم أو أستغيث بس لساني كان تقيل. آخر حاجة فاكراها إني وقعت على الأرض وماما بتصرخ باسمي. بعدها دخلت في سكة ضلمة وطويلة، حسيت كأني بنام نوم عميق. كل حاجة حواليا سكون تام، لا صوت ولا نور ولا أي إحساس، كأنهم بيحاولوا يفوقوني. نقلوني على المستشفى بس أنا ما كنتش حاسة بأي حاجة من ده. غبت عن الوعي تماما، كأن روحي تاهت بين الحياة والموت. ما سمعتش غير صوت ضعيف بعيد بينادي باسمي. يمكن كنت بهلوس أو يمكن كان في حد فعلا بيناديني. لما فقت بعدين عرفت إن الدكتور قال لأهلي إن خلاص للأسف تعتبر ماتت، وإن مفيش أمل. قلبي كان شبه متوقف. أهلي انهاروا واضطروا يصدقوا إني مت. في نفس اليوم جهزوا كل حاجة بسرعة ودفنوني. دفنوا بنتهم وهي لسه حية من غير ما يعرفوا. صحيت على ظلام حالك وحشرة ما تتوصفش. كنت حاسة كأني مخنوقة ومتكتفة. حاولت أفتح عيني بس مفيش أي ضوء، ضلمة سودا سد وشي. مديت إيدي بخوف ولمست خشب حواليا من كل ناحية. ساعتها استوعبت مصيبة، أنا مدفونة جوه قبر. جسمي كله اتصلب من الرعب، ودقات قلبي بقيت زي الطبل في وداني. حاولت أصرخ بأعلى صوت بس صوتي طلع مبحوح ومكتوم، كأني بصرخ تحت المية. فضلت أزعق الحقوني، أنا عايشة جوه القبر. بس الخشب اللي فوقي كتم كل الحروف. الهوا كان تقيل وكل نفس باخده بصعوبة. ضربت بإيدي غطا التابوت الخشبي وحاولت أرفعه بس مفيش فايدة. الخشب تقيل والتراب فوقيه أكتر. ضوافر إيدي اتكسرت وأنا بخربش الخشب من جوه. في اللحظة دي بدأت أفقد الأمل وأقول خلاص دي نهايتي. وسط السكون الرهيب جوه القبر ابتديت أسمع حاجات. الأول افتكرت إني بتخيل أو بهلوس من قلة الأكسجين، لكن الصوت كان بيقرب أكتر. كان صوت حد بينادي باسمي، صوت بنت صغيرة بتنادي سارة، سارة. الصوت كان رفيع وضعيف بس واضح في هدوء القبر، كأنه جاي من حتة قريبة قوي. قلبي وقع في رجلي، مين دي اللي بتناديني جوه القبر؟ بصيت حواليا في الضلمة وابتديت أحس إني مش لوحدي. أقسم بالله حسيت بحاجة بتتحرك جنب رجلي. سحبت رجلي بسرعة وحطيتها قريب مني، وكل عظمة فيا بتترعش. كان في خيالات بتتحرك قدامي، كأنها طيف أسود بيلف حواليا في مساحة التابوت الضيقة. حاجات شكلها مش طبيعي، كائنات مش واضح ليها ملامح بتزحف ناحيتي. سمعت ضحك خفيفة لبنت صغيرة بس الضحكة كانت ميتة، باردة كده تخلي الدم يتجمد في عروقك. عيوني كانت بتحاول تتعود على الضلمة. فجأة لمحت نور خفيف قوي، شعاع غريب مش عارفة جاي منين. النور ده كشف لي عن وش بنت صغيرة قاعدة في ركن عند رجلي. بنت شكلها مرعب، وشها شاحب وعينيها واسعة بشكل مخيف. لبسها قديم ومتبهدل وعليه تراب. كانت بصالي مباشرة، وبمجرد ما عينينا قابلت بعض ابتسمت ابتسامة باردة خلت قلبي يتشل. أنا شهقت من الخضة وحاولت أرجع لورا بس مفيش مكان أتحرك فيه أصلا. البنت الصغيرة اختفت فجأة بعد ما النور الخفيف انطفى. رجع القبر ضلمة تاني بس الرعب بقى أضعاف.
انا بحاول اهدي نفسي واقول دي هلوسه من قله الهوا ومن الصدمه، بس والله حسيت بايد بارده بتلمس ايدي. سحبت ايدي بسرعه وصرخت: ابعدي عني. صوتي كان بيخرج بالعافيه. حسيت بالتابوت بيتهز كأن حد بيخبط من بره، او كأن في حد عايز يدخل معايا. كنت متأكدة ان دي روحي بتطلع وبشوف هلاوس الموت. يا ترى دي نهايتي؟ هموت لوحدي في القبر الضلمه ده ومحدش هيحس بيا؟ وانا في عز اليأس والرعب حسيت بحاجه تانية. صوت من بعيد مكتوم، بس مختلف عن الأصوات المرعبة اللي سمعتها. كان صوت كأن حد بيزيح التراب من فوق التابوت. مش قادر أصدق، هل ده حقيقي ولا أنا بتخيل؟ سمعت صوت رفرفة خفيفة، والضلمة ابتدت تخف حاجة بسيطة. هوا بارد دخل فجأة. بعد لحظات النور زاد لما الخشب اتفتح. التراب نزل على وشي وأنا مغمض عينيا من الصدمة. حسيت بإيدين قوية بتشدني لفوق. حد كان بيصرخ وبيقول: لقيناها، البنت عايشة. خرجوني بره التابوت وأنا جسمي سايب خالص. نور الشمس او يمكن كشافات حواليا كانت بتوجع عينيا بعد العتمه اللي شفتها. اخدت نفس عميق قوي لاول مره بعد ساعات تحت الارض. الهوا عمره ما كان بالحلاوه دي في صدري. كنت بنهج وبكح، والتراب مالي شعري وهدومي. في صوت حواليا والناس بتتكلم: صوت التراب اللي شالني من القبر، وصوت رجاله الاسعاف، وصوت بابا وماما بيعيطوا من الفرحه والصدمه. ما عرفتش ارد ولا اتكلم. فقدت الوعي في لحظتها من الاجهاد والذهول. فقت تاني وانا على سرير المستشفى، ولقيت ابر في ايدي بتدل على انهم كانوا بيدوني محاليل. اول ما فتحت عينيا ماما جت جنبي وهي بتبكي، ولما شافتني فقت حضنتني جامد وهي بتعيط وقالت: الحمد لله، الحمد لله على السلامه. بابا كان واقف ومش مصدق، والدكاتره حواليا مستغربين ازاي شخص ميت يرجع للحياه. انا لسه مش مستوعبه اني بره القبر فعلا. حضنت اهلي وانا بعيط معاهم. كنت حاسه اني اتولدت من جديد فعلا. بعد ما ابتديت اهدى شويه سالتهم بصوت ضعيف: مين اللي طلعني؟ وازاي عرفتوا ان انا عايشه؟ قالوا لي ان في معجزه حصلت. الترابي كان معدي بالصدفه بالليل جنب قبري، وسمع صوت خبط خفيف جاي من تحت الارض. الراجل خاف وفكر نفسه بيتخيل، لكن الصوت فضل يتكرر. جري بسرعه وجاب ناس تساعده، وحفروا القبر على امل انه يكون في حاجه. ولما فتحوا التابوت لقيوني جوه بتنفس. سبحان الله، عمر جديد اداهوني ربنا من تحت الارض. انا ساعتها افتكرت الرعب اللي شفته جوه القبر. سألت بصوت متقطع: لما لما طلعتوني كان في حد تاني جوه؟ الترابي بص لي باستغراب: حد تاني ايه يا بنتي؟ ده كان قبر عادي وانت الوحيده اللي جوه التابوت. سكت وما اتكلمتش تاني. اكيد ما اقدرش احكي لهم اللي شفته جوه. مين هيصدقني؟ حتى انا مش عارفه اذا كان ده حقيقي ولا تهيؤات. خرجت من المستشفى على بيتنا بعد كام يوم. الناس كانت بتبص لي كاني شبح راجع للموت. انا نفسي كنت حاسه ان الدنيا غريبه ومش حقيقيه. مجرد فكره اني كنت مدفونه وصحيت تاني حاجه فوق الاستيعاب. افتكرت اني خلاص خرجت من الكابوس وهبدأ اتعافى مع الوقت. لكن الحقيقة ان الرعب لسه ما انتهاش. يمكن اللي جاي كان أسوأ. في اول ليلة ليا في البيت بعد ما خرجت ما قدرتش انام كويس. كل ما اغمض عيني اشوف ضلمة القبر قدامي واحس بايد بتلمسني، وبصحى مفزوعة. فضلت كده لغاية ما اخر الليل نعست غصب عني. مش عارفة نمت قد ايه، بس فجأة صحيت على صوت حد بينادي باسمي. فتحت عيني على صوت رفيع طفولي بيهمس: سارة. اتنفضت من على السرير بسرعة وبصيت حواليا في أوضة الضلمة، بس كنت حاطة لمبة خفيفة في الركن عشان ما بقيتش أطيق الضلمة تماما. وبنورها الخافت شفت إن مفيش حد. الصوت سكت. فضلت كام ثانية مش فاهمة اللي سمعته ده حقيقة ولا حلم، بس كنت حاسة إني صاحية ومصحصحة. قلبي كان بيتنفض من الخوف. هل معقول؟ نفس الصوت اللي سمعته وأنا مدفونة، الصوت بتاع البنت الصغيرة نفسها. تاني يوم الصبح صحيت جسمي مكسر وتعبان من قلة النوم. دخلت الحمام أغسل وشي ويمكن أهدى. وانا بغسل وشي حسيت بحاجه غريبه على جلدي. لقيت على دراعي علامات زرقاء كأن طبعات صوابع ايد صغيره. فضلت ابص للعلامات بصدمه. دي شبه ايد طفل صغير مسكني من دراعي بقوه. افتكرت لما حسيت بايد بارده بتلمسني جوه القبر. ساعتها افتكرت ان دي هلوسه، بس العلامات دي حقيقه قدامي على جلدي. جسمي اشعر وحسيت بهوا في عمودي الفقري. طب ايه اللي بيحصل لي؟ معقول وانا نايمه حد مسكني؟ مين ده اصلا؟ طلعت جاريه من الحمام على اوضتي وانا مش لاقيه اي تفسير. يمكن وانا بتخبط اثناء النوم عملت العلامات دي لنفسي. حاولت اطمن نفسي باي كدبه والسلام، بس جوايا كنت عارفه ان في حاجه مش طبيعيه بجد. عدى كام يوم وكل ليله الكوابيس بتزيد. اصوات بتناديني في البيت وانا لوحدي. همسات غريبه في وداني اول ما باجي انام. بقيت اشوف خيالات بنت صغيره بتجري وبتستخبى لما احاول ابص عليها. في مره كنت قاعده قدام التسريحه في اوضتي وانا بسرح شعري. رفعت عيني للمرايه شفتها بوضوح. البنت الصغيره نفسها اللي شفتها في القبر كانت واقفه ورايا. عينيها كانت واسعة وبصة في عينيا من المراية.
شهقت وبصيت بعيد عن المراية، ولكن ما لقيتش حد في الغرفة. ولما بصيت تاني في المراية ما كانش في حد. اختفت كأنها ما كانتش موجودة. قلبي كان هيقف. قعدت أبص حواليا وأنا جسمي بيتنفض. فضلت أحلف إني شفتها فعلا وإن ده مش وهم. بقيت عايشة في رعب طول الوقت. علامات جديدة بقت بتظهر على جسمي كل فترة، خدوش على ظهري أو كدمات على رجلي، وأنا متأكدة إني ما بتخبطش في حاجة. وكل علامة منها بتفكرني بالرعب اللي عشته تحت الأرض. الصوت لسه بيجيلي ينادي اسمي في نص الليل، والضحكة المكبوتة لطفلة أوقات بسمعها من ركن الأوضة. اللي بيحصل لي ده أكيد مش طبيعي. أنا صحيح خرجت من القبر، بس الظاهر اللي شفته جوه القبر خرج معايا. كنت مرعوب ومش عارفة أعمل إيه. حاولت أحكي لدينا صاحبتي يمكن تصدقني، لكنها كانت لسه متغيرة وبعيدة عني. قلت لها: عارفة لما كنت في الغيبوبة حسيت بحاجات غريبة وبشوف حاجات. ردت عليا وهي خايفة: أنا حاسة من قبل ما يحصل لك اللي حصل إن حواليكي حاجة مش تمام. كنت بشوف كوابيس عنك وانت في مكان ضلمة. بصراحة أنا لغاية دلوقتي حاسة بحاجة غريبة حواليكي. كلامها أكد مخاوفي. مفيش شك إن في لعنة أو شبح ماسكني. حتى صاحبتي القريبة مني حاسة بيه. دينا نصحتني إني أحصن نفسي وأقرأ قرآن وأدعي ربنا. وفعلا بقيت أفتح القرآن في أوضتي على طول وأشغل آيات بالليل يمكن الحاجة دي تبعد عني. لكن للأسف الأصوات ما وقفتش. مع زيادة الرعب حواليا بدأت ذكريات قديمة تصحى جوه عقلي. حاجات كنت فاكرة إني نسيتها من زمان، أو يمكن تنسيتها من الصدمة. كل حاجة بدأت تتربط ببعضها. وفجأة افتكرت اليوم المشؤوم ده وأنا طفلة صغيرة. كنت وقتها عندي يمكن 8 سنين. فاكرة إن يومها زعلت من ماما فخرجت أجري في الشارع. صاحبتي القديمة كانت برضو جارتي، اسمها نور. كانت أقرب صاحبة لقلبي وإحنا صغيرين. وقتها نور لحقتني وقالت لي: يلا نلعب بعيد عن البيت عشان ما تزعليش. قعدنا نتمشى لغاية ما لقينا نفسنا قريب من مقابر قديمة جنب منطقتنا. الأطفال زي ما انتوا عارفين عندهم فضول غريب. قررنا ندخل المقابر نلعب استغماية. بصراحة كنت خايفة شوية، بس نور ضحكت وقالت لي: ما تخافيش يا سارة، أنا معاكي. دخلنا نجري بين القبور وإحنا بنضحك. الشمس كانت بدأت تغيب. فاكرة إني استخبيت ورا قبر قديم ونور كانت بتدور عليا. ساعتها الجو اتغير فجأة. الهوا بقى ساكت والدنيا بردت شوية كأن الشمس اختفت بسرعة. سمعت صوت نور بتناديني، بس صوتها كان بعيد. طلعت من ورا القبر ادور عليها وانا بقول: انا هنا. بس مفيش رد. المقابر حواليا كانت ساكتة بشكل يخوف، ومفيش حد غيرنا. فضلت امشي بين القبور وانا خايفة، وقلت: نور، انت فين؟ خلينا نرجع. بس برضو مفيش اي رد، لغاية ما سمعت صوت صرخة قصيرة مكتومة كانت جاية من ناحية تربة قديمة مفتوحة بابها. جريت على هناك ولقيت باب التربة الحديدي بيترزع قدام وشي. فضل يتهز كأن في حد قافله بقوة. ناديت: نور، انت جوه؟ ولكن مفيش رد. حاولت افتح الباب بايدي الصغيرة بس معرفتش، كان تقيل جدا. ابتديت اعيط واخبط على الباب: نور، اطلعي ما تسيبنيش. فجأة سمعت من ورا الباب صوت نور بتعيط: سارة، الحقيني. صوتها كان بيترجاني وانفاسها سريعة. قلت لها: استحملي، انا هجيب حد. جريت بره المقابر اصرخ وعيط وانا بدور على اي حد كبير يساعد. بعد دقايق قليلة كان في ناس كتير بتجري معايا على صوتي. رجعنا عند التربة وحاولوا يفتحوا الباب تاني، لكن لما فتحوها أخيرا التربة كانت فاضية تماما. ونور اختفت وكأن الأرض بلعتها. فضلت أصرخ وأقول لهم: كانت هنا، سمعتها كانت جوه. دوروا في كل حتة جوه وما كانش ليها أثر. الشرطة جم ودوروا أيام وشهور وما وصلوش لحاجة. نور اختفت للأبد، وكل الناس قالوا أكيد اختفت أو وقعت في حفرة تانية تحت الأرض. محدش صدقني لما حكيت عن باب التربة اللي اتقفل لوحده وصوتها وهي جوه. حتى أهلي افتكروني بهلوس أو ألفت قصة من الصدمة. ومن ساعتها وأنا حاسة بالذنب. ليه جريت أجيب حد؟ ليه ما مسكتش إيدها وخرجنا سوا؟ فضلت السنين اللي بعدها ألوم نفسي وخاف أنام من الكوابيس. أهل النور كانوا بيبصوا لي بحسرة، وأنا كنت بحس إن السبب في اللي حصل لبنتهم. ماضي المظلم كله كان اليوم ده. دلوقتي مشاهد زمان بقيت واضحة قدامي أكتر من أي وقت. البنت الصغيرة اللي شفتها في القبر وعمالة تطاردني هي نور، صاحبتي اللي اختفت وهي طفلة ومحدش لقاها. عرفت ليه كنت حاسة إني عارفة الشكل ده وليه الصوت كان مألوف. دي نور اللي فضلت صورتها في عقلي كل العمر ده. إنما نور دلوقتي بقيت شبح، روح محبوسة بين عالمنا وعالم الموتى. بس إزاي؟ وليه بقيت بتعمل فيا كده؟ بدأت أفكر، يمكن روح نور متعذبة لأنها ماتت لوحدها ومحدش عرف لها طريق، ويمكن متعلقة بيا. يمكن في لعنة اتولدت في اليوم ده.
يمكن نور أو الحاجة اللي أخدت نور سابت علامة عليا وأنا طفلة ومستنياني أكبر وأبقى قريبة من الموت عشان تاخدني أنا كمان. يمكن عشان كده حياتي كلها من يومها متلخبطة، وأنا دايما حاسة بوحدة وضلمة جوايا. فهمت أخيرا إن الكيان اللي شفته جوه القبر واللي مستنيني طول السنين دي هو روح نور نفسها، أو الشيء اللي سيطر عليها. لما دخلت في الغيبوبة وروحي كانت تقريبا بين الحياة والموت، الكيان ده أخيرا قدر يوصل لي ويحبسني معاه. جوه القبر أنا ما كنتش لوحدي، كنت في مكان غريب بين دنيتنا ودنيا تانية مظلمة. وهناك قابلت نور اللي كانت مستنياني من زمان. يمكن نور كانت حاسة إني هجيلها في اللحظة دي، عشان كده لما فقت جوه القبر شفتها وسمعتها. هي كانت فاكرة إني خلاص بقيت معاها، إني مت زيها، وإننا هنفضل سوا للأبد. بس لما طلعت ورجعت للحياة، روح نور أو الكيان ده اتجنن، ابتدى يطاردني في بيتي عشان يكمل اللي بدأه. كان عايز ياخدني تاني للعالم المظلم ده بأي طريقة. الأصوات، الخيال، اللمسات، دي كانت محاولات إنه يخوفني ويكسرني. بصراحة كنت قريبة من إني أنهار، عقلي كان على وشك إنه يروح مني. بس دلوقتي بعد ما فهمت الحقيقة قررت إني ما استخباش ولا أهرب تاني. لازم أواجه نور، أواجه الكيان ده وأكسر اللعنة. جمعت قوتي وقررت أرجع لنفس المقابر القديمة اللي حصل فيها كل شيء. قبل الغروب بشوية رحت هناك لوحدي. المكان نفسه متغيرش كتير عن زمان، يمكن بس زاد الإهمال شوية. قلبي كان هيخرج من مكانه وذكريات الطفولة بتيجي قدام عينيا. وقفت قدام التربة القديمة اللي نور اختفت فيها. الباب كان مفتوح ومخلوع من زمان، شكله بعد الحادثة سابوه مفتوح عشان ما يحبسش حد تاني. التربة من جوه كانت مهجورة وضلمة، ريحة تراب ورطوبة بتفوح منها. خطيت خطوة وأنا حاسة إني طفلة عندها 8 سنين تاني. بصيت حواليا وقلت بصوت عالي بيترعش: نور، انت هنا؟ لو سمعاني يا نور، أنا سارة صاحبتك. صوتي كان بيتردد في المكان بصدى غريب. الدنيا كانت ساكتة جدا وبردت فجأة مع إن الشمس لسه ما غربتش خالص. حسيت إني مش لوحدي جوه التربة. على ضوء الموبايل الخافت فضلت أمشي بين القبور الحجرية جوه. مرة واحدة الباب الحديدي التقيل اتقفل لوحده ورايا. اتحبست جوه زي ما نور اتحبست زمان. اتنفضت من الخضة وحاولت أمسك أعصابي. في اللحظة دي سمعت نفس الصوت الطفولي: سارة، استنيت كتير. اتجمدت في مكاني ولفيت ببطء. هناك عند زاوية التربة شفت نور، شفتها بوضوح لأول مرة. كانت بنت صغيرة زي ما هي يوم ما اختفت، بس وشها شاحب. كانت لابسة نفس الفستان اللي كانت لابساه يومها. فاكراها كويس، بس متوسخة وتراب في شعرها الطويل. كانت بصلي بنظرة غريبة ما بين الحزن والغضب. دموعي نزلت أول ما شفتها. قلت بصوت بيترعش: نور، أنا آسفة، والله ما كنت عايز أسيبك، أنا حاولت أجيب لك مساعدة. نور فضلت ساكتة وبتبص. قربت منها بخطوات بطيئة وقلبي بيتقطع. وقلت لها: وحشتني قوي، كل يوم بفتكرك وبندم إني ما قدرتش أنقذك. هنا ضحكت ضحكة صغيرة وقالت: تنقذيني؟ انت سبتيني اموت يا سارة. صوتها كان خارج منه صدى غريب، مش صوت طفلة. حسيت ان في صوت تاني اعمق ورا صوتها البريء. رجعت تقولي: سبتيني لوحدي في الضلمة سنين، دلوقتي جه دورك. مرة واحدة حسيت بقوة غير آدمية بتحدفني ورا لغاية ما خبطت في حتة تربة وقعت على الأرض وأنا بتوجع. ولما رفعت راسي لقيت نور واقفة فوقي، بس شكلها اتغير للحظة. شفت ملامحها بتتعوج واللون الأسود بيغطي عينيها. مدت إيديها ناحيتي وكانت شبه مخالب صغيرة. فضلت أصرخ من الألم والخوف، لكن وسط كل ده لمحت حاجة في عينيها وهي بتقرب: دموع. كانت بتعيط وهي بتصرخ في وشي وبتقول: ليه سبتيني؟ حسيت بشيء من الجراءة وسط الرعب، يمكن عشان أدركت إن جوه الكيان المرعب ده لسه نور صاحبتي موجودة. قمت بالعافية على ركبتي قدامها وأنا ببكي. قلت لها: سامحيني يا نور، حقك عليا، أنا عمري ما نسيتك، والله كل ليلة بفتكرك وبحلم بيكي. أنا بحبك يا نور، وأنت هتفضلي صاحبتي دايما. الكلمات دي خلتها تقف مكانها. البنت الصغيرة بصت لي وعينها ابتدت ترجع لطبيعتها شوية. دموعها كانت بتنزل على خدودها المتوسخة. قالت بصوتها الصغير الحقيقي: سارة، أنا خفت، أنا لوحدي. وفتحت إيديها زي طفلة لما بتعوز حضن. قمت وبلا تردد حضنت نور بقوة. حضنت الفراغ تقريبا، بس حسيت بيها، حسيت ببرودة جسمها الصغير لأول مرة. قلت لها وأنا بعيط: اهدي، اهدي يا نور، انت مش لوحدك خلاص، أنا جيتلك وأنا معاكي. فضلت أكرر لها الكلام ده زي الأم اللي بتهدي طفلتها. حسيت جسمها الصغير بيترخي في حضني وكانت بتعيط على كتفي شوية شوية. حسيت البرد بيختفي وبعدها جسمها ابتدى يخف من بين دراعي، لكن المرة دي مش بالطريقة المرعبة.
اختفت بهدوء. حسيت بنسمة هوا دافية بتلف حواليا وكأنها كلمة وداع أخيرة. في اللحظة دي باب التربة الحديدي اتفتح لوحده ببطء، وكأن حد بيفتحهولي عشان أخرج. خرجت بره التربة وأنا ببكي، بس المرة دي دموع راحة. الشمس كانت خلاص غابت، بس الغريب إني حاسة بنور داخلي. لأول مرة من سنين طويلة حسيت إن الحمل اللي على قلبي اترفع. من يومها اختفت كل الحاجات الغريبة من حياتي. الأصوات راحت، ما عدتش بشوف حد بيناديني في الضلمة، والمرايات بقت مرايات عادية. العلامات اللي كانت على جسمي اختفت مع الأيام وما طلعتش تاني. دينا صاحبتي بقت بتقولي إنها أخيرا مرتاحة ناحيتي وما بقيتش بتحس بالخوف اللي كان ماليها. أهلي بقوا يحضنيني كل يوم وبيحمدوا ربنا إنهم ما خسرونيش بجد. وبس خلصت القصة. ولو عندك قصة عايز تشاركها يا ريت تبعتها لي الانستجرام، ولينك الانستجرام بتاعي هتلاقيه تحت في الوصف وفي أول تعليق. وبس متنساش لايكك العسل وسبسكرايبك الجامد والشير، يا ريت ها الشير. ويلا، سلام.